السوق العقاري المصري بالرغم ان هو سوق قوي جدا وفرص استثمارية جبارة، الا ان فيه شوية ممارسات عجيبة تقريبا مش موجودة في اي حتة في العالم غير في مصر. وفي الفيديو ده هتكلم على شوية حاجات منهم، وانا مش طالع اقول سلبيات وخلاص. هي سلبيات، احنا مش هنجامل او نزوق الكلام، هي سلبيات موجودة في السوق العقاري المصري. بس انا مش طالع اقول لك الحاجات دي علشان اخوفك او اقول لك ما تشتريش. بالعكس، انا زي ما قلت في الاول، السوق العقاري سوق واعد جدا وفرص استثماريه قويه. وانت لو عندك القدره الماديه طبعا انصحك بالاستثمار العقاري في مصر. بس في شويه حاجات انت لازم تبقى عارفها وفاهمها كويس كمشتري، لان هو ده الهدف من القناه وهو ده الهدف من الفيديوهات دي، ان انت يبقى عندك وعي او عندك ثقافه عقاريه. فلازم تكون عارف ان في شويه حاجات كده او مشاكل او ممارسات، خلينا نقول ممارسات بتحصل من المطورين في مصر، سواء مطور كبير او صغير، ولازم انت تكون فاهمها. لان شئنا ام ابينا دي حاجات موجوده في السوق العقاري المصري ومش هتتغير الا لو الدوله تدخلت. لازم الدوله تتدخل وتحط نظام وقوانين تحكم السوق العقاري المصري علشان المشاكل او الممارسات دي تتحل وتتصلح. فانا هتكلم على بعض الممارسات دي علشان انت تكون فاهمها كويس وانت بتشتري، خصوصا لو انت كنت عايش بره واول مره تشتري عقار في مصر. انا محمد رضوان، واهلا بكم في فيديو جديد. طيب ندخل في الموضوع على طول. من اول الغلطات اللي بيعملها المطورين، من اهمها واخطرها، هي نسبه التحميل. طيب نسبه التحميل دي للي ما يعرفش خليني افهمها لك سريعا، وبرضه افهمك ان انت فاهمها غلط. دلوقتي المطور بيشتري قطعه ارض هيبني عليها مثلا 100 مبنى، فهو مش هيستغل مساحه الارض دي كلها، في مساحات كتيره مهدره، مساحات مش هيبني عليها، هو مش هيستغلها، من شوارع بقى ومساحات خضراء وطرق للمشي وخلافه، فهو بيحملك المساحات دي. فدي هي نسبة التحميل، اللي هي النسبة اللي بيحملها لك من المساحات دي. في أي دولة في العالم ليها هيئة منظمة للسوق العقاري بيكون في حد أقصى لنسبة التحميل دي. في مصر هي بتتراوح ما بين 25 ل 30. في مطورين بيبقى نسبة التحميل عندهم أقل من 25 وفي بيبقى أكتر من 30، بس أنا بقول لك الأغلب في العقارات في السوق العقاري في مصر بيبقى من 25 ل 30. يعني دلوقتي لو انت بتشتري شقه مساحتها 200 متر، المساحه البيعيه بتاعتها 200 متر، فبتخصم منها 30% نسبه تحميل، يعني 60 متر. فالمساحه الصافي، المساحه اللي انت بتستلمها، بتكون 140 متر. ده المساحه الصافيه اللي انت بتستلمها للشقه. المهم بقى ان الكلام ده مش بيكون مكتوب في العقود، ده بيتقال شفهي كده. وبيتقال لمين؟ بيتقال للي يسأل. انت ما سالتش فانت ما تعرفش ومش مكتوب في العقد، فبتفاجئ ان انت الشقه اللي المفروض تبقى 200 متر دي بتلاقي ان هي 140 متر. فطبعا تروح عشان تعمل مشكله فيقول لك لا والله دي نسبه التحميل. فدي حاجه. الحاجه الثانيه اللي حضرتك بقى ما تعرفوش، ان هو مش المفروض اصلا ان هو يخصم منك 30%. يعني ما ينفعش يخصم منك 30% من المساحة البيعية، بالعكس ده هو المفروض يزود 30% على المساحة الصافية اللي انت بتستلمها، مش يخصم من المساحة البيعية. يعني انت بتستلم مثلا الشقة 140 متر، المفروض يزود 30% على ال 140. 30% على 140 دي يعني كام؟ يعملوا تقريبا 43 متر، قول 45 متر، يعني 185 متر. دي المساحة المفروض يحاسبك عليها، 185 مش 200 متر. فهتلاقي ان النسبة الحقيقية اللي بيحاسبك عليها 43 مش 30. فلك ان تتخيل انك تقريبا داخل في نص ثمن الشقه انت دافعه في الهواء. فدي من الممارسات الغلط اللي المطورين بيعملوها في مصر، موضوع نسبه التحميل. فلازم هيئه منظمه تحط قوانين للموضوع ده ويبقى في حد اقصى، وما ينفعش ابدا ابدا باي حال من الاحوال انها تزيد عن 15%. فدي اول حاجه. تاني حاجه هي وديعه الصيانه. مفيش حاجه في العالم اسمها وديعه صيانه، في حاجه اسمها مصاريف صيانه، مصاريف سنويه انا بدفعها على حسب مساحه الشقه او العقار اللي بتشتريه، بتتحسب بالمتر. يعني بتبقى عارف من الاول مصاريف الصيانه على المتر او على القدم، على حسب الدوله اللي انت فيها بتتعامل بالقدم او بالمتر. بتكون عارف مبلغ الصيانه اللي هتدفعه سنويا، وكمان ممكن بتدفعه على دفعات. انما اخد منك وديعه صيانه
10% من ثمن الوحده، دي ما بتحصلش في اي حته في العالم. وكمان بعد ما اخد منك وديعه صيانه، اخد منك مصاريف صيانه كل سنه. والمصيبه الاكبر كمان ان هو بياخد منك الوديعه دي قبل الاستلام، او ممكن قبل ما يحط طوبه اصلا. يعني يجي قبل التسليم مثلا ب6 شهور او بسنه، يقول لك انت عليك وديعه الصيانه 10%. طب ادفعهم لك ازاي اذا كنت انت اصلا ما بنيتش؟ لا، هو النظام كده. فدي برضو من الممارسات العجيبه اللي بتحصل في السوق المصري، موضوع وديعه الصيانه دي. طيب نشوف اللي بعده، موضوع الشيكات. ان انا بحط شيكات بقيمه العقار بالكامل من اول يوم. موضوع الشيكات ده اتلغى في العالم عموما، مفيش حاجه اسمها اسيب لك شيكات بقيمه العقار. موضوع الشيكات ده انا ممكن افهمه في حاله واحده، وقت الاستلام. وقت ما هتسلمني العقار ممكن اسيب لك شيكات ببقيه الدفعات، دي انا ممكن افهمها. انما ال3 سنين او ال4 سنين الاولانيين اثناء الانشاءات تاخد مني شيكات بتاع ايه؟ علشان تقطع بيها في البنك؟ ما هو ده السبب الوحيد. هو بياخد الشيكات دي عشان البنك يديله كاش عليها، وكمان علشان يهددك، علشان يخوفك وما تتأخرش في الأقساط اللي عليك. فدي برضو ممارسة عجيبة في السوق المصري، المفروض إنها ما تحصلش. طيب إيه تاني غيره؟ تكون أنت دلوقتي بتشتري في كوميونيتي، والكوميونيتي ده فيه نادي، والنادي ده هو أبسط حقوقك. لما تكون بتشتري في كوميونيتي مقفول، لازم يكون في كلاب هاوس، يكون في نادي اجتماعي كده الناس بتتقابل فيه، ويكون في حمام سباحة وجيم ومنطقة لعب أطفال. دول 3 حاجات أساسية من حقك إنهم يكونوا موجودين وتستخدمهم ببلاش. فتفاجأ إن أنت بتدفع اشتراك للنادي ده، وبتدفعه كمان قبل الاستلام، وكمان بتدفع له تجديد كل سنة. دي برضو حاجة عجيبة جدا. الكلاب هاوس، النادي ده من أبسط حقوقك ما دام أنت بتشتري في كوميونيتي مقفول. تفاجأ ان انت بتدفع عليه برضه اشتراك. طيب اخر نقطة، هم طبعا النقط كتيرة بس انا بقول اهمهم كده شوية منهم علشان وقت الفيديو. من اهم واخطر النقط موضوع النص تشطيب. دي مصيبة، وانا كنت اتكلمت عليها قبل كده في فيديو. موضوع النص تشطيب ده محدش هيفهم او هيشوف مشاكلها الا بعد الاستلامات اللي هتحصل الفترة اللي جاية. موضوع النص تشطيب ده في مصر زمان كان عادي، لان انت كنت بتستلم في عمارة في التجمع مثلا او في المهندسين، فالعماره بتبقى كلها 8 شقق او 10 شقق، فدول لما هيتشطبوا مش هياخدوا وقت ومش هيضايقوا حد. انما كوميونيتي في 2000 او 3000 او 4000 شقه، كلهم هيتسلموا في وقت واحد وكلهم مش متشطبين، كلهم نص تشطيب او على الطوب الاحمر، او في جزء منها متشطب وجزء مش متشطب، لان في مطور بيديك الاختيار ده ان هو ممكن يشطب لك. فانت حتى لو استلمت شقتك متشطبه مش هتعرف تسكن فيها، لان دلوقتي عندك مئات الشقق بتتسلم وكلهم بيشطبوا في وقت واحد، لان المطور بيدي حد اقصى للتشطيب 6 شهور، وكمان بياخد منك شيك علشان لو اتاخرت بيبقى الشيك ده غرامه. فلك ان تتخيل موقع الانشاءات اللي انت هتبقى عايش فيه، مئات العمال داخلين وطالعين وعربيات الطوب والزلط والاسمنت. انت هتعرف تسكن في مكان زي ده؟ انت هتجيب اولادك واسرتك وتسكن بالشكل ده؟ طب ازاي؟ موضوع النص تشطيب ده مش موجود في العالم تماما. مفيش حاجه اسمها اسلمك نص تشطيب. العقارات السكني لازم بتتسلم متشطبه. ومن المشاكل في موضوع النص تشطيب اللي انت برضو مش واخد بالك منها، وبتقول لا ده كده احسن علشان اشطب انا على مزاجي، المطور مش هيديني حاجه كويسه، انا هشطب بالخامات اللي انا عايزها وبالشكل اللي انا عايزه بقى وكده. طيب دلوقتي انت اشتريت شقه في سنه 2022 وهتستلمها في 2026، انت كنت عامل حسابك وقتها ان التشطيب هيدخل له مثلا في 500,000. دلوقتي وقت ما هتستلم هيدخل له في 2 مليون مرتاح. وانت الشقه اللي انت اشتريتها اصلا ممكن يكون ثمنها كان 2 مليون، يعني هتدفع ثمن الشقه تاني في التشطيب. هل حضرتك كنت عامل حسابك على حاجه زي دي؟ ده غير بقى الوقفه مع العماله والمشاكل اللي بيعملوها والوعود اللي بيقولوها لك والحاجات اللي مش بيعملوها، وتلاقي نفسك مش عاجبك الشغل وتضطر تكسر وتهد وتبني تاني. هل انت عندك وقت لكل ده؟ خصوصا لو انت عايش بره. حتى لو انت عايش في مصر، هل انت عندك وقت للوقوف مع العماله والمتابعه؟ هل انت عندك وقت لكل ده؟ ساعتها هتضطر بقى تديها المهندس، فهتدفع قد السعر ده مرتين. فموضوع النص تشطيب ده لازم يتلغي تماما ويتحط كود للبنى في مصر ان المطورين يسلموا متشطب، السكني يتسلم متشطب زي ما هو موجود بره. في دبي مثلا انت بتستلم العقار متشطب، وبيكون المطبخ متركب بالكامل،
دواليب المطبخ والرخام وكل ده متركب بالكامل وجاهز للاستعمال فورا، انت بس يا دوب بتحط الاجهزه. وكمان الدواليب اللي بتبقى في غرف النوم بتكون موجوده ومتركبه دواليب بيلت ان، اللي هو بيبقى دولاب مخفي كده متركب جوه الاوضه، ده بيكون متركب وجاهز، لازم بتستلم والحاجات دي موجوده ومتركبه. وكمان البلاد الحر لازم المباني تتسلم يكون متركب فيها تكييفات مركزيه، مفيش حاجه اسمها اركب لك حامل التكييف كده، حامل الكمبريسور وتركبه انت بقى ويقعد ينقط ميه وتبقى التكييفات متشعلقه كده في المباني والكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه ده ما ينفعش خالص. فلازم يتحط كود وقوانين للبنى تظبط الحاجات دي كلها. السوق العقاري المصري سوق واعد جدا وفيه فرص استثماريه قويه جدا، بس شويه المشاكل دي وشويه الممارسات دي لو اتحط لها قوانين واتظبطت السوق هيتحسن اكتر من كده بكتير جدا. موضوع النص تشطيب ده من اكتر العيوب اللي لازم تتصلح، مفيش بلد هتصدر عقار وهي عندها العيب ده. وللاسف الناس هي اللي بتساعد المطورين ان هم يعملوا الممارسات الخاطئه دي، لان المطورين بيلاقوا ان الناس عايزه كده فبتبني على الاساس ده. فانا حبيت اقول شويه النقط دي علشان انت تكون فاهم وتبقى فاهم ان انت بتساعد المطورين في الممارسات الخاطئه دي بموافقتك عليها، وبانك ما بتحاولش تفهم او تحاول تعرف وتعمل الواجب اللي عليك. زي ما بقول دايما لازم تفهم وتعمل الواجب اللي عليك وانت بتشتري علشان تحمي استثماراتك. اتمنى ان انا اكون وصلت وجهة نظري، واتمنى اشوف السوق المصري في احسن حال، لان مصر تستاهل احسن من كده. الموضوع كله محتاج نظام وقوانين تتطبق. طبعا مش محتاج اقول لك، لو احتجت اي حاجة او اي استشارة تقدر تكلمني في اي وقت. وما تنساش طبعا تعمل اشتراك في القناة واعمل لايك لو عجبك الفيديو وشير علشان اكبر عدد يستفاد. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو الجاي. شكرا.